تعديل قانون الموازنة المقترح. أبرز فقرات جلسة البرلمان الأحد: الفقرة الأبرز المطروحة على جدول الأعمال بعد سلسلة جلسات خجولة لم تعقد أصلا بفعل عدم اكتمال النصاب من جهة، وأيضا امتناع أو إضراب أطراف نيابية أخرى رهنت حضورها بمقايضة قوانين جدلية من جهة أخرى. وكانت قوى النيابية قد رجحت استمرار فشل البرلمان نتيجة مقاطعة الكتل السياسية المعترضة على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال. هذا وأعلن حزب التقدم برئاسة محمد الحلبوسي مقاطعة جلسات البرلمان التي ستعقد خلال هذا الفصل التشريعي لحين التصويت على قانون العفو العام. كما شدد ائتلاف القيادة السنية الموحدة الذي يضم المشهداني على ضرورة المضي بإنجاز ورقة الاتفاق السياسي التي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع العفو. غير أن ائتلاف إدارة الدولة خاطب القوى المقاطعة وخاصة ائتلاف الإدارة السنية بأن الاتفاق الحكومي قد تم إنجاز ما نسبته 76% من فقراته، لتبقى الجلسات النيابية تتأرجح بين الشد والجذب رغم مرور وقت طويل على تعطلها لأسباب سياسية بحتة بحسب نواب.